السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة طريقة جديدة جدا هعمل بيها البابا غنوج بطريقة سهلة جدا، مش هوسخ بيها البوتاجاز خالص. ازاي تحافظي على نظافة بوتاجازك وانت بتعملي البابا غنوج؟ اتفرجي معايا على الفيديو ده وهقولك احلى طريقة ليه. انا جبت بتنجانية غسلتها كويس جدا ولفتها في ورق فويل، وكمان حطيت ثوم وبصل. انا البتنجان ما عملتش فيه اي حاجة غير اني غسلتها ولفتها في ورق الفويل. البصلة انا شلت الراس بتاعتها بس كده من فوق ولفتها برضو في ورق الفويل بالقشرة بتاعتها، وبرضو الثوم بالقشر بتاعه بكل حاجة اشيلت برضو الراس بتاعته عشان اعرف ان انا افضيه كده لما يستوي معايا. ببتدي ان انا اقشر البتنجانة بتاعتي، بقشرها وهي سخنة كده عشان خاطر يبقى سهل تقشيرها معايا. طول ما الحاجة سخنة كل ما تقشيرها بيكون اسهل. بقشرها معايا كده، شايفين الدخان لسه مطلعاها حالا من الفرن. وبقطعها كده عشان خاطر اطلع منها البخار قبل ما احطها في الكب بتاعتي. بقطعها بس كده اطلع منها البخار شوية على ما اخلص بقية الحاجة دي. راس توم بتاعتي كانت راس صغيرة، شايفين اشيلت بس منها اول طبقة كده عشان اعرف اطلع منها، اتك عليها كده اطلع التوم. دي راس توم صغيرة بالقشر بتاعها بكل حاجة. ودي بصلاية برضو معايا شايلة منها بس الراس. هسلك كده بس بالسكينة كده حوالين القشرة عشان اعرف اتك عليها كده واطلع كل اللي في بطنها. شايفين حاجة بسيطة كده، تكة بسيطة طلعت منها الثوم البصل كله. اي بقى زيادة كده ولا اي قشرة بقطعها بالسكينة. هي طبعا بس الحاجة سخنة قوي، وهبتدي برضو ان انا اقطعها كده بالسكينة ان انا اطلع منها البخار وانها تتضرب معايا في الكبة بسهولة. لو عايزين تستنوا مثلا 3 دقايق 5 دقايق على ما تهدى قبل ما تحطوها في الكبة. ولو ما عندكيش كبة الخلاط هيكون كافي جدا وهينعمها معانا. هحط فيها 2 معلقة كبار خل، وهحط الطحينة على حسب كمية البتنجان. يعني بتنجانية كبيرة هنحط عليها مثلا ربع كوباية طحينة. الحاجات دي والليمون، هعصر الليمون والطحينة والملح والخل وكل حاجة. الحاجات دي لو كان طعمها مش مظبوط بعد ما بتجهز معايا البابا غنوج بدوق وبشوف وبكمل. انا بحطيت كمان الملح والكمون وحطيت كل حاجته في الكبة وبيتضرب. بس لو ناقص ملح او ناقص كمون او ليمون او اي حاجة عادي بزود جدا. بعد ما بخلص اي حاجة بيتقلب عادي بعد ما بفضيها في الطبق، مش لازم اضربها في الكبة تاني. شايفين ده قوام البابا غنوج، كان قوامه مظبوط جدا. زي ما قلتلكوا لو في حاجة ناقصة بعد ما بتتضرب في الكبة بزودها عادي وبدوقها. حطيت رشة كمون ورشة زيت على الوش، وهتاكلوا ان شاء الله احلى طبق بابا غنوج، هيعجبكم جدا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.